8 أغسطس سنة 2012 نشر مستر فيفا أول فيديو له في اليوتيوب قبل 12 سنة، واللي باين من اسمه أنه محتواه كان عبارة عن لعبة فيفا بكل إصداراتها، وينشر جيفواي للناس من سنة 2012. تقريبا هو أول شخص بدأ فكرة الجيفواي على اليوتيوب. لكن ببدأ معكم بمليونين كوينز ألتيمت تيم PS3 طبعا على البلاي ستيشن. راح تكون من نصيب أحد الشباب اللي يحط كومنت. وكان مستمر في النشر بالنسبة لشخص في بدايته من الجيل القديم سنة 2012، وأنا فيديو في الشهر. أما بندريتا نزل أول فيديو في القناة 15 أكتوبر سنة 2013 قبل 11 سنة. الفيديو كان عبارة عن تعريف بالقناة، ومستمر من يومها لليوم ينشر فيديوهات بشكل مستمر بإجمالي 1800 فيديو في اليوتيوب، 5.4 مليار مشاهدة. أول فيديو تعريف عن القناة في قناتي الجديدة. كان عندي قناة قديمة من أول يعني، وكنت أنزل فيها ماينكرافت ودروب فريم ولاج وكذا، والناس تعزز لي كانت. المهم كل مرة أقول كنت أبغى أشتري قطعة تصوير وما أشتري، فالحمد لله شريت الإلجاتو. في سنة 2017 تقابل مستر فيفا وبندريتا في فريق مالتي جيمر، واللي غيروا اسمه المالتي كرياتورز. الفريق كان عبارة عن مجموعة من اليوتيوبرز والستريمرز التقوا في فيلا يصنعوا محتوى فيها، وفي هذاك الوقت بندريتا دخل معاهم في الفريق، ومستر فيفا هو مؤسس الفريق، وكان عنده الحساب البنكي للشركة واللي كان يرسل له الأموال الإعلانات. وبعد 6 أشهر في الرياض رجع بندريتا لمسقط رأسه جيزان. وفي سنة 2020 بندريتا نزل فيديو قصة الرياض، الجزء الأول والثاني، وفي الجزئين هادو قال أنه في الرياض تعرض لسرقة من واحد من الناس المقربين، خدع بطريقة غبية. قال له أنه عندي حساب شركة، ارسل لي الأموال الإعلانات اللي تجيك وأنا راح أعطيك إياها. وأتوقع أنه سبب ثقة بندريتا في مستر فيفا في هذه النقطة بالضبط أنه حساب البيزنس يكون سهل التعامل في البنك. المهم أنه بعد ما نزل بندريتا الجزئين الأول والثاني لقصة الرياض، اكتشف الناس أنه كان يقصد مستر فيفا، فمباشرة دخلوا عليه هجوم من جميع الجهات، المتابعين وبعض المشاهير اللي تعرضوا لمواقف مشابهة مع مستر فيفا. فهد التمساح وأبو سلو ودراد. أبو سلو كان يقول أنه كان يحاول يرد ممتلكاته من عند مستر فيفا، الكاميرا ومعدات غالية، وهي سبب اختفائه من اليوتيوب لأنه وضعه المادي كان صعب وما يقدر يجيب معدات جديدة. ودراد نزل فيديو يحكي فيه تجربته الشخصية هو وفريقه مع مستر فيفا اللي كانوا منظمين دورات جيمنج في سنة 2017 و2018. دراد وأصحابه قرروا يروحوا لعند مستر فيفا ليعلن لهم إعلان لدورتهم Arab Gaming Championship. مستر فيفا قبل العرض، وأفراد من المسؤولين في الفريق المؤسس لدورات الجيمنج راحوا لعند مستر فيفا للسعودية واتفقوا معه عن تفاصيل أكثر، ووقعوا عقد ودفعوا له مبلغ مقدم، وبعدها رجعوا لبلدهم. الإعلان كان متفق عليه خلال الأسبوع الجاي كأقصى تقدير، لكن مستر فيفا مر أسبوع ومر أسبوعين وهم يتصلوا عليه وهو يرد عليهم بمسج واحد أو يعطيهم أي سبب ما عنده أي معنى. شركاء دورة الجيمنج Arab Gaming Championship رجعوا لعند مستر فيفا في السعودية وهو قاعد يلف ويدور بدون أي معنى، إلى أن اتصلوا بالشرطة وراحوا لعند بيته، وبعدها رجع لهم أموالهم. كم يوم بيقطع صاحبنا بدق على الباب ومستر فيفا منه موجود. وينه مستر فيفا؟ ما في مستر فيفا. من بعد كم اتصال فيه مستر فيفا بيقول ما تواخذني كنت بالصيد. هيدا ايدوا عليسة الحجج اللي صرنا سمعنا منه هالكم يوم. وما بتخلص القصة لحد ما صاحبنا يروح عند الشرطة يخبر الشرطة شو عم بيصير، ويروح هو والشرطة لعند مستر فيفا، ومستر فيفا واخيرا من طيبة قلبه بيدفع لنا مصرياتنا. شكرا كتير مستر فيفا انك رديت لنا مصرياتنا، وشكرا كتير انه طمعك ما خرب لنا حياتنا حبيب قلبي. واللي تم تأكيد القصة من عند دحماس في تويتر. دحماس يوتيوبر قديم في الساحة، قناته كلها عن البي سي وأشياء متعلقة بالجيمنج. صراحة أشكر صبر بندر على هذه العقليات اللي كان معاهم، لأنه حصل لي موقف مع نفس الشخص اللي بندر كان معاه، ولا واحد راح يعرف ده الموقف إلا أنا وواحد راعي بطولة كاونتر، والأخ اللي بندر يقصده واللي نسميه إكس وهو يقصد مستر فيفا. وحصلت القصة تقريبا في سنة 2017. باختصار شديد، كان في إعلان لبطولة كاونتر سترايك من واحد لبناني وهو يقصد مجموعة دراد، وأنا بكون ضيف شرف بما أني لاعب كاونتر على وقتها، والأخ إكس راح يستقبلني في بيتهم اللي فيه مسبح ويسوي دعاية على قناته لبطولة كاونتر. أنا مجرد ضيف يسألني أسئلة عن ال ESL، وفعلا وصلت لبيتهم وجينا بنصور وكل شيء خلاص، وفجأة يقول لي المايك خربان تعالوا بكرة. وأنا واللبناني ده المسكين اللي دفع قيمة الإعلان رحنا وجينا بكرة، وقال خلاص ما ينفع عندي ظروف، أحد مريض من عائلتي. باختصار أنا رجعت لبيتي واليوم ما صار أي إعلان،
وتعب على فاضي. اللبناني المسكين اللي دفع إعلان، أنا عوافي ماني مهتم، لأني أصلا محفول مكفول ما دفعت ولا شيء. وأعيد وأكرر، أنا ضيف شرف، كنت بظهر في قناته فقط كلاعب كونتر. عموما نهاية الكلام، أنا مستغرب يعني ليش الحركات دي كلها منتعب اللبناني المسكين اللي أكلها على وجهه، دفع قيمة الإعلان. في هذه الفترة كانت الدنيا مقلوبة من فوق لتحت على مستر فيفا، وأخيرا رد في تغريدة مبهمة على الناس. طالتني الاتهامات مثل ما تشوفون، وكأننا بأيامنا المثالية ولسنا في ظروف استثنائية، وخصوصا بعد أزمة كورونا. من حولي يعلم كيف أني حريص على حقوق الناس أكثر من حقي، والدليل توقيعي الشخصي بالمخالصة رغم جهله عنها، وإثبات وإعطاء كل ذي حق حقه. من 7 شهور إلى اليوم ننتظر مستخلصاتنا المالية المتعثرة لدى بعض الجهات، وبناء على وعودهم لي وعدت لمن حولي، والحمد لله على كل حال. طمنوه حقه بيجيه بالكامل، وهذا عهد علي قدام الناس، وتراني أعتبره دوما مثل أخ ولا تهون للعشرة. شخصيا أكثر من تضرر وأكثر إنسان مؤمن ومحب لهذا المجتمع من بدايته، ولولا الله ثم أنتم ما كنا ما احنا عليه اليوم. وانتبهوا الله يخليكم من الافتراء وظلم الناس. الله يصلح حال ويرزقنا على حسن النوايا. أرجوكم لا تسبون أي شخص، خلوا السب أنتم. أنا ما كان قصدي إن الموضوع أصلا يوصل كذا، أنا نيتي إنه موقف وحكيته، وحتى نزلت لكم تصويت في تويتر هل أنزل ولا لا، محتار. في المقطع أنتم شفتم ما قلت اسم أي واحد، ما قلت أي حاجة. وبعدها سعد أكد أنه ما عنده أي نية لدخول أي فريق أو إنشاء فريق جديد، لكن طبعا حاليا كلنا نعرف أنه دخل كلان باور. طيب أبو داحم، هل عندك نية تدخل أحد الكلانات مثل باور أو فالكون؟ حبيبي جتني عروض لكن ما قررت، حتى جاني والله واحد الله يجزاه خير وقال خذ المبلغ وروح سوي فريق. قلت أقول فكني من الفريق ما أبي أسوي فريق، ما أبي أسوي جروب، ما أبي أخلني أموري الحالي طيبة. قبل ما نكمل، إذا حاب تستعمل المؤثرات اللي عندي، البريسيتس والأوفرلاي والترانزيشن، جمعتها لكم في باكيج واحد وراح تساعدكم بشكل كبير في الإيديتينج، تنقل مستوى تعديلك من ليفل لليفل آخر تماما. وهذا الباكيج ليس حصريا لي فقط، فيه عشرات البريسيتس ومئات الساوند إفكت اللي جمعتها. ادخل الرابط في الوصف وراح تلقى كل التفاصيل. بعد مرور 4 سنوات فتح الموضوع من جديد في فيديو شونغ تحدي الخزنة. شونغ يوتيوبر عنده 16 مليون مشترك، مستمر في قناته منذ 6 سنين، نزل 760 فيديو، وبالنسبة لي هو واحد من أفضل اليوتيوبر في الوطن العربي، هو وبندريتا. وطبعا واحدة من أكبر السلاسل اللي عنده واللي أنا أتابعها شخصيا هي سلسلة المزاد وسلسلة الخزنة. ولا أشرح لكم فكرة الفيديو، هو عبارة عن سلسلة مع المشاهير يسألهم أسئلة صعبة، وكل ما يجاوب على سؤال يعطيه جائزة ويتقدم في الأسئلة إلى أن يصل للجائزة الكبرى واللي هي الخزنة. وطبعا حتى يجعل للخزنة قيمة لازم يحط قبلها أسئلة قوية، وأغلب المشاركين يوقفوا في سؤال الملف واللي هو السؤال قبل الأخير للخزنة. في فيديو مستر فيفا الملف كان عن قصته مع بندريتا في سنة 2020، وكان يطلب منه توضيح. مستر فيفا جاوب على السؤال، وكان في رده استعطاف للناس من وجهة نظري على الأقل. قال في فيديو اللي نشره على انفصاله من زوجته بعد 21 سنة، وبعض الناس قالوا لابنه أنه أبوك سرق، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة طبعا الناس تربط سبب انفصاله ببندريتا. ما طلعت أتكلم في الموضوع هذا أبدا نهائيا، ولا اللي متكلم عنه بعد دي الله يسامحك، لكن نعم توترت نفسيا. مو شايع. انا فاهم. انا يا احمد لا ما انت فاهم. بعد 21 سنه انفصلت عن زوجتي. تخيل، ما انت متخيل. تخيل راح يجي ولدك يقول لك ابوك سراق. اعوذ بالله يا بدر. ترضيك؟ لا ورب الكعبه. بالضبط. ومباشرة بدأ الهجوم على بندريتا في تويتر، وحاولوا يكنسلوا أعماله الشخصية، إلى أنه رد في 1 نوفمبر بفيديو قصة الرياض الجزء الثالث. في فيديو 5 دقائق رد على سعد وقال أنه رفع قضية عليه وفاز فيها، والقاضي أثبت لبندريتا 500,000 ريال. والقسم الثاني من الفيديو رد على شونغ اللي سماه زكي، وقال له أنه كنت قادر تتجنب السؤال أو تقص اللقطة من الفيديو لتتجنب إثارة الجدل. وطبعا هذا الرأي ما عنده أي معنى. شونغ عنده سلسلة فيها جوائز مالية كبيرة، وطبعا راح يجيب أسئلة قوية، وأنا أشوف أنه هذه الجزئية من فيديو بندريتا وصاية ما عندها أي معنى. تقول لشخص هذا هو التصرف الصحيح وهذا هو الرد الصحيح. أنا لو كنت مكان شونغ كنت راح أحط نفس السؤال. تخيل أعطيك سؤال بقيمة 50,000 ريال، من هو أفضل لاعب عندك في لعبة فيفا؟ مستحيل. وطبعا انا ما عندي اي انحياز لشونغ ولا لبندريتا، الطامة اللي عند شونغ وسعد اكبر من خطأ بندريتا بكثير، ورح نوصل لهذه الجزئية بعد شوي. في 3 نوفمبر رد سعد وشونغ على بندريتا تقريبا في نفس الساعة. سعد رد عليه في سناب شات ورده كان ضعيف،
قال أنه من هو المحامي اللي عنده استشارة ب100,000، وهذه الجزئية كانت مبالغة من عند بندريتا، وكان واضح في الفيديو أنه مش قاصدها بالمعنى الحرفي. واصلا بعد ما كبر الموضوع هذا جتني تهديدة مرة كثير انه يا ويلك يا بندر انت انتهيت رسميا، الرجال اصلا جايب محامي استشارته الوحدة ب100,000. الا 100,000 يقول لك تجلس معه بس 100,000. وقال انه الغلط عليه لانه رد عليه، مع انه هو من فتح الموضوع في فيديو شونغ ودخل شعبان في رمضان، الاكتئاب، فيديو بندريتا القديم، وانه ما قلت انه انت سبب طلاقي. طبعا عندي راي مختلف عن فيديو بندريتا القديم، راح نتكلم عليه بعد ما نوصل لهذه الجزئيه في فيديو شونغ. المهم بعدها رد شونغ بفيديو عنوانه زكي، راح ارد عليه نقطه بنقطه لانه اهم فيديو تقريبا في هذه السلسله. في اول دقيقتين شونغ دافع عن نفسه بنفس الكلام اللي انا قلته، هذه سلسله يوتيوب، وبما انه الاسئله مباشره او غير مباشره عن مشكلته مع مستر فيفا كان لازم يرجع لعقله ويفكنا من شره. لكن في نفس الوقت لقطه سعد بانه طلق بعد 21 سنه كانت قويه، ربطت ببندريتا، هذه هي الحقيقه، عجبك ولا ما عجبك. ورد على نقطة أنه بندريتا قال أنت تدور مشاهدات، وهذه تعتبر وصاية من بندريتا. وفي نفس الوقت رد شونغ كان ضعيف، رد شونغ كان فيه لف ودوران، عادي جدا تنزل فيديو فيه إثارة جدل وما تجيب التفاعل اللي كنت تستناه. في النهاية إثارة الجدل تتعلق بنية الشخص. أما لو قسناها على عدد المشاهدات في آخر 10 فيديوهات، ففيديو زكي هو أكثر تفاعلا في أول 10 أيام، في فيديو الخزنة هو ثالث أكثر فيديو تفاعلا في آخر 10 فيديوهات، والأيام الجاية هي اللي تحدد إذا جاب مشاهدات أو لا. بشكل عام فيديو شونغ كان رد يحترم من كل الجهات ما عدا نقطة واحدة، واللي هي فيديو بندريتا القديم اللي كان يحكي فيه عن الاكتئاب. أنا أصنفه واحد من أفضل الفيديوهات الموجودة في اليوتيوب، وأتوقع أنه سعد وشونغ اتفقوا عليه قبل ما ينزلوا الرد. شوف خلينا نضغط عليه بالفيديو القديم، لأنه مستحيل اثنين عاقلين يجيبوا سيرة فيديو بندريتا القديم بطريقة أنه فيديو سيء، والسبب أنه اليوتيوب حط عليه تحذير. التحذير ما عنده أي معنى غير أنه محتوى الفيديو يخالف إرشادات المحتوى. حتى فيديوهات فلسطين وغزة فيها نفس التحذير. التحذير ليس بالضرورة أن الفيديو غير مناسب. يا أخي كيف تجرؤ تستخدم وصف ينطبق فيك؟ زكي هو اللي فتح مواضيع خاصة بينه وبين خويه قدام ملايين الناس، مع العلم انه كان يقدر يحلها بشكل نظامي. زكي هو اللي نزل سلسلة كاملة في اليوتيوب، لا هي حلقة ولا هي حلقتين ولا هي 3، كلها يتكلم فيها عن نفس الشخص تحت عنوان فضفضة. زكي اللي يذكر خويه اللي كان بينهم وبين عشرة ملح بالسراق والحرامي أكثر من 3 مرات وما يتوب وكل مرة يطلع ولا ندمان. زكي اللي كان له دور أساسي بإعلان سبب إلى يومنا هذا فتنة بين الجهتين، وأنت عارف الإعلان اللي يقصده، وأنت تعرف إن إلى يومك هذا. وطبعا في هذه الجزئية هو يقصد دخول رائد لفالكون والحبة الحمراء والحبة الخضراء، وفي نفس الوقت شونغ دورها وصاية على بندر. كان لازم ما تخرج مشاكلك ليوتيوب، يقصد قصة الرياض، نفس الخطأ اللي رد عليه شونغ طاح فيه، واللي هي الوصاية على خيارات الناس الشخصية. في النهاية أنا أشوف أنه كلهم غلطانين. بندر غلط في موقفه ضد شونغ وما عنده أي حق يتدخل في خياراته الشخصية في محتواه، ونفس الشيء ينطبق لشونغ، دخل في الخيارات الشخصية لبندر إذا ينزل قصة الرياض وفيديو الاكتئاب. اخوان مساكم الله بالخير، انا اشوف ان المخطي مو بندريتا واننا بنحلها خلاص. المخطي للي ادعم لا ما تدعم شيء يا حبيبي، ما يدخل في الموضوع.